اطلق لها السيف، لا خوف ولا وجل. اطلق لها السيف وليشهد لها زحل. اطلق لها السيف قد جاش العدو لها، فليس يثنيه إلا العاقل البطل. اسرج لها الخيل ولتطلق أعنتها كما تشاء، ففي أعرافها الأمل. دع الصواعق تدوي في الدجى حمما، حتى يبان الهدى والظلم ينخذل. واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت، واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت، مشاعلا حيث يعشو الخائر الخطل. واقدح زنادك وابق النار لاهبة، يخافها الخاسئ المستعبد النذل. اطلق لها السيف جرده باركه، ما فاز بالحق إلا الحازم الرجل. واعدد لها علما في كل سارية، وادعو إلى الله أن الجرح يندمل. والله أكبر، الله أكبر، وعاش العراق وفلسطين. يريدون الحال الأخير. تفاصيل جديدة من حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ترى النور لأول مرة منذ رحيله قبل نحو 2 ونصف. هذه التفاصيل كشفت عنها وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بموجب قانون حرية المعلومات. وتشمل الوثائق استجواب غير رسمية أجراها محقق صدام منذ اعتقاله في ديسمبر كانون الثاني عام 2003. وبحسب المحققين فإن صدام لم يغادر بغداد عقب الغزو الأمريكي للعراق إلا بعد أن رأى أن عاصمة الرشيد باتت على وشك السقوط. وقال صدام إن المزرعة التي اعتقل فيها في منطقة الدور بشمال بغداد كانت نفس المزرعة التي اختبأ فيها قبل 4 عقود بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم. أن صدام نفى الاستخدام المزعوم لشبيه له، واعتبر ذلك خرافات لا أساس لها من الصحة، لكنه أكد للمحققين أنه نادرا ما كان ينام في المكان نفسه 2 متتاليين، ولم يستخدم الهاتف إلا 2 مرات منذ عام 90، وأنه كان يتواصل عبر مبعوثين. وتنقل الوثائق أن صدام كان أكثر قلقا من اكتشاف إيران نقاط ضعف العراق من قلقه من عواقب منع مفتش الأسلحة التابعين للأمم المتحدة الذين كانوا يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل، وهي الأسلحة التي أراد صدام أن يوهم العالم بأنه يمتلكها كوسيلة من وسائل الردع ضد عدوته اللدود إيران قبل غيرها. وتبقى هذه الوثائق رغم الأسئلة التي قد تحيط بها مصدرا يزخر بالتفاصيل التاريخية والشخصية للرئيس العراقي الراحل الذي شغل الناس والدنيا في حياته وحتى بعد مماته.